مساء الفل. النهارده كان معانا مشروع متميز ومشروع قوي جدا. تعالوا نشوف المراحل والاكشن اللي احنا القديمه وبدانا بيها من جديد. مش كل حد بيعرف يصمم، لكن تهامي ديزاين استاذ التصميم. عشان تبقى استاذ في التصميم تعالى اوريك تتفرج على المشروع ده ونشوف الدنيا بتاعتنا عملت ايه. المشروع بتاعنا مميز جدا جدا جدا، من افكار، من ديكوريشن، من تجاريد، من علاقات، من ارضيات، من اكتيف، من سكاي لايت، من ديكوريتيف بلاك. لما تحب تعمل بيتك لاكشري لازم تكلم تهويد ديزاين. من السيت اب ودراسه السيت اب، القعده الاولانيه ما كانتش كده خالص خالص، بجانب ان انت كان عندك السيتس دي ما كانتش موجوده كده خالص. فابتدينا نعدل وندرس الحركه ونركز على المسافه ونركز على المكان ونظبط القعده بتاعتنا، بحيث ان انت لما تيجي تتفرج وتشوف ان الشانلز وتتفرج على الديكوريشنز، الاكسسوارز، الديكور والموتيفاير اللي انت شايفه والحلاوه دي بعلاقه ربط الالوان، بان انا اعمل الجزامه بشكل الديكور بالميرور ريفليكت، ابقى انا عامل حاجه يونيك. عشان تقدر تستفاد بالحته دي لازم تكلم تهامي ديزاين تاني. الموضوع بتاعنا ديكور، مش اي حد ينفع يشتغل فيه، لكن لازم لما تكون دارس الحركه والعلاقات والمساحات وتبتدي تشوف البوفيه بتاعك بالسفره الريفلكت بلاك بالشكل الجمالي ده، ثم تشوف الهبه دي هنا البوفيه بالدوره بتفتحها بالاكسسوارز ديكوريشنز بتاعتك، بريفلكت ميرور على البلاك، بالمرايه بلاك، الديكوريشنز بتاعتك، ثم ان انت تقفل الحته دي بالضرفتين، وهنا تظبط القصه بتاعت التابلو بتاعتك، وهنا الديكوريشنز كله بالحيطه الوول ديكوريشن، ونظبط القصه دي مع التي في يونت اللي هي بسم الله ما شاء الله 100 بوصه. 100 بوصه دي كان ليها قصه وتفاصيل كده هنتكلم عنها، وايه التريكات اللي كانت في السايت والموقع هنا اللي كنا بتواجهنا. ال 100 بوصه دي كنا يعني كان شقه، كنا تعبانين جدا فيها. تعالى اوريك يعني العظمه التابلو ده، ان انت تظبط الاضاءه السبوت نور لايتنج على الاضاءه، ده مش من فراغ، ده دراسه ومجهود. وهتشوفوا حته تك كده برده من ضمن الحاجات والتريكات اللي احنا عملناها هنا، ان احنا ظبطنا الاكسسوارز والالوان بتاعه الانتيكس والديكوريشن، احنا اللي عملناها كاستمايزيشن. فهنا يدل يعني اذا دل فيدل على قوه المصمم والمنفذ. وهنا نرجع نقول ان تهامي ديزاين هي عظمه لازم تلجأ لها لو انت عايز تخلي بيتك بمستوى عالي من الرفاهيه. تعال بقى اوريك هنا لسه في مراحل كتيره قوي وفي خدعه تريكات كتيره. طب المكان ده هيتكيف ازاي؟ تعال اوريك. ادي المكان ده يا باشا هيتكيف اهو، تمام. تعال اوريك بقى حاجه ثانيه من جنب الديكوريشن ده. هنا في تابلو هيبقى ظابط القصه دي، ونفتحه كده تلاقي الديكور بقى، وتلاقي القصه دي، وتلاقي الديكوريشنز، وتلاقي الايتمز دي، وتلاقي الزبطايه دي. هنخش على اوضه المعيشه ونشوف الدنيا بتاعتها. تعالوا نتفرج عليها.